عندك قشر جمبري، اوعي ترميه. هنعمل منه النهارده وصفه تحفه، هتستخدميها في اكلات كتير جدا. عايزه اقولك ان انا ما برميش اي قشر جمبري عندي. لما بكون جايبه جمبري بلم القشر بتاعه كده وبحطه في الفريزر، وبجمع شويه حلوين وبمسكه بغسله كويس جدا وبنقعه بملح وليمون عشان ما يبقاش في اي ريحه زفاره. وتقدري بقى تجففيه كده في الاير فراير، في الفرن، اي حاجه انت بتحبيها متاحه ليكي. بس بلاش البوتاجاز من فوق، يعني يفضل الفرن او الاير فراير. وبعد كده بيطلع ناشف زي ده كده بالظبط، بيبقى محمص قوي. اهم حاجه انت تحمصيه جدا، يعني تاكدي ان هو نشف تماما، ما يبقاش في اي ميه او في اي حاجه طريه، سواء في الراس او في الديل. واخده كده في المطحنه بتاعه البهارات وبطحنه، بيطلع معايا بودره بالشكل ده كده. عايزه اقولك ان انت هتعملي بهارات سمك من قشور الجمبري، طعمها وريحتها اقوى من اي بهارات سمك انت بتجيبيها. حط عليها ملح وبابريكا وكمون وكزبره وشويه من السبع بهارات، وكمان حطيت شويه من الجنزبيل. وبقلب بقى كل المكونات بتاعتي ديت كده مع بعضها، وبحطها في برطمان. عايزه اقولك بقى تقدري تحطها على تتبيله السمك المقلي، السمك الصينيه، تحطها على الرز الصياديه. بصي، اي حاجه بتستخدمي فيها سمك حطيها عليها، بتديها نكهه وطعم حلو جدا، اكنك عامله الرز بالجمبري، اكنك حاطه في السمك المقلي جمبري. بصي، هي بتبقى ريحتها احلى واطعم كمان وانضف من اللي انت بتجيبها من بره. بهارات السمك اللي احنا بنشتريها من بره احنا مش عارفين هم حاطين فيها ايه، انما ده قشر جمبري احنا غاسلينه ومنضفينه وعاملينه على ايدنا، حاجه كده زي الفل.